السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بسكوت مالح كده بالجبنه. الجبنه القريش اللي محدش بيرضى ياكلها خالص دي هنغير شكلها ونعملها بسكوت. محدش يقول لهم انها بالجبنه لحد ما هم يكتشفوا لوحدهم. عندنا قالب جبنه قريش كده حوالي ربع كيلو او نص كيلو حسب اللي عندك، وهنحط عليه بياض بيضه ونخلي الصفار للوش، معلقتين زعتر كبار، كوبايه دقيق، كوبايه نشا، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وأربع مكعبات زبدة بحرارة الغرفة برضو، بس مش سايحين يعني عشان يتجانسوا مع العجينة كويس. زي ما احنا شايفين كده هنقلبها لحد ما تبقى متماسكة كده زي اللي احنا شايفينه، ناعمة وما بتلزقش في الايد خالص. بس هنجمعها كده مع بعض ونسيبها تريح عقبال ما نعمل ايه. نفتح اكياس السندوتشات دي النايلون، نفتحها زي فرخ كده، مفهوش حاجة يعني علشان نعرف نحطهم ونحط ما بينهم العجينة، عشان لو العجينة كده لوحدها هتفك مني، فلازم فوقيها فرخ الورق ده بيساعد شوية. وبمسك الطرف كده من التحت علشان ما يجريش مني، وبعملها بالنشابة الصغيرة. لو ما عنديش النشابة الصغيرة دي ممكن النشابة الكبيرة، يعني هي سهلة يعني دي. عندي قوالب بسكوت اوكي، ما عنديش استعمل الكوباية الصغيرة بتاعة الشاي واقطع بيها، هتدي برضو اشكال حلوة. بس شكل الوردة بصوا السمك بتاعها كده حلو قوي، عشان ما تبقاش شبه الكيكة، بس اشكال لطيفة كده بنحطها. وبنكون طبعا مسخنين الفرن على الحرارة 180. وبمسك بقى بعد ما برصهم في الصاجات كده، بعملها بالشوكة عشان ما ترتفعش معايا، يعني عشان البسكوتة ما ترتفعش، يبقى لها شكل حلو كده اللي احنا نشوفه في الاخر. وبدهنها وشها بالبيض وادخلها، متقعدش معايا اكتر من 25 دقيقة. زي ما احنا شايفين تطلع شكلها جميل وطعمها حلو قوي. وممكن لو حابين تعملوها بالجبنة برضو، لو عايزين تحطوا عليها جبنة زيادة برضو تبقى طعمها حلو، مع كوباية شاي لبن حلوة كده وبالهنا. اشوفكم على خير.